بنتي احنا بقالنا كتير قاعدين وانتي ما طلبتيش غير حاجة واحدة بس، وانا طلبت حاجات كتير. هو انتي معكيش فلوس ولا ايه؟ لو معكيش قوليلي وانا اسلفك. لا بس انا مش عايزة اشرب حاجة، كفاية كوباية الشاي، نفسي مسدودة. خلاص بقى انا هطلب ايس كريم. خلاص براحتك، بس خلصي عشان انا عايزة امشي. ايه يا ميرو مالك؟ انا قلت انتي المفروض ترجعي مبسوطة بقى، جاية مكشرة ليه؟ شفتي بقى الاحراج اللي انا فيه؟ علشان انت ما عطيتنيش فلوس كتير، صحابي جابوا اللي هم عايزينه وانا ما جبتش غير كوبايه شاي. يعني بعد كل الفلوس اللي انا جبتها لك دي ومش عاجبك؟ طب وليه ما جبتيش غير كوبايه شاي؟ ما انا عطياكي فلوس كتير. فلوس كتير ايه؟ هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو ايه اللي ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو انتي عاملين مسابقه في اللي يجيب اكتر ولا ايه؟ ما تجيبي اللي انتي عايزاه وخلاص. ماما المره الجايه اعملي حسابك تديني فلوس اكتر من كده. يا ميرو انتي طلباتك عماله بتزيد، وكل ما اديكي طلب الاقيكي بتطلبي اكتر. انا خلاص الصراحه ما بقتش مكفيه طلباتك. عموما مش وقته، يلا عشان تتغدي. في اكل ايه يا ماما النهارده؟ في يا حبيبتي باميه اللي انتي بتحبيها ورز. يو كل يوم طبيخ. ماما ما ينفعش تديني فلوس اجيب اكل من بره؟ اكل من بره ايه يا ميرو؟ انا ميزانيتي ما تسمحش اصلا ان انا اجيب اكل من بره. ده غير ان الاكل بره اصلا مش صحي، اكل البيت مفيش احسن منه يا بنتي. ايه بقى؟ ماشي يا ماما، مش عايزه اكل. براحتك يا ميرو، في غيرك اصلا مش لاقي الاكل. المفروض تحمدي ربنا على النعمه مش تتمرضي. براحتك. اخيرا جه وقت البريك، انا جعانه قوي. وانا كمان. انت معاكي اكل ايه النهارده؟ معايا سندوتشات جبنه ومربى وخيار. لا انا معايا فراخ بانيه وبرجر. يا بختك. ايه يا بنتي مالك؟ بالك فترة كده مش مظبطة، في حاجة ولا ايه؟ مفيش يا مي، بس ميرو شغلالي دماغي شويه اليومين دول، احوالها كده مش عاجباني. ليه بس؟ مالها ميرو؟ بقالها فتره يا ستي متمرده علينا وعلى عيشتها، حتى المصروف اللي بتاخده مش راضيه بيه، الاكل اللي بتاخده متمرده عليه وبترجع بيه زي ما هو طول الوقت. المصروف مش مكفيها، الاكل اللي بتاخده معاها سندوتشات مش عاجباها، عايزه تعيش عيشه مش عيشتها، مش عارفه اتعامل معاها ازاي. اتكلمي معاها، لازم تتعلم القناعة، لازم تحس بالنعمة، لازم تستشعر النعمة اللي هي فيها. وكمان ملهاش دعوة بحد. ليه بتبص على عيشة مش عيشتها؟ وليه طول الوقت بتبص لحاجة مش معاها؟ اكيد في خلل في الموضوع ده. انا حاسه ان انا السبب، لان كانت كل ما تطلب حاجه كنت بجيبها لها، حتى لو مش مقدرتي كنت باجي على نفسي واجيبها لها علشان ما تزعلش وما تحسش ان هي اقل من حد. بس حسيت ان الموضوع زاد عن حده قوي. لازم يا مروة تتعلم ان هي تتعامل على قد ظروفها وامكانياتها. يعني ايه تيجي على نفسك علشان ترضيها؟ وبعدين هتكفيها لغاية امتى؟ يعني هو ينفع ان هي تطلب حاجه وانا افضل اقول لها لا لا واجبتها واحسسها ان هي اقل من غيرها؟ يعني اصحابها يطلبوا حاجات وهي تبقى قاعده مش عارفه تطلب زيهم؟ وهي ايه اللي يخليها تقعد في قاعدة هتضطر ان هي تصرف اكتر من مستواها المادي؟ علميها تتصرف في حدود امكانياتها المادية، ومن غير ما تعرض نفسها لموقف ممكن يحرجها وملهوش لازمة اساسا. وكمان فهميها ان شخصية الانسان مش بامكانياته المادية، شخصية الانسان بثقافته، بعلمه، باخلاقه، بتدينه. ازاي بس يا مي؟ ده الجيل اليومين دول اهم حاجه عندهم الخروجات والفسح والموبايلات ازاي يعني؟ ازاي انا احرمها من الكلام ده؟ يا حبيبتي انا مش بقولك احرميها، انا بقولك اصرفي في حدود امكانياتك وهي تتعامل في حدود امكانياتها. وكمان لازم تعلميها تستشعر النعمة، مش تبص للأعلى منها ماديا ومفكرة ان الحياة الحلوة اهم حاجة فيها ان هي تصرف قد ايه وتبقى زيها زي صحابها وتصرف زي صحابها. حتى لو هي مش مضطرة لده لازم تبقى زيهم علشان تبقى منظرها قدام الناس.
ما ينفعش طريقة التفكير دي من الأساس. وعلى فكرة لو قدرتي على طلباتها النهاردة مش هتقدري على طلباتها بعد كده، وهتعلميها الجشع ومش هتشبع، وهيبقى صفة فيها ان هي دايما البصل اللي في ايد غيرها، وعمرها ما هتكون راضية عن حياتها ولا هتحس ان هي اصلا في خير او في نعمة. تصدقي فعلا عندك حق، تربية الأولاد في الزمن ده بقت صعبة قوي. صاحبي ولادك على قد ما تقدري عشان يقدروا يلجأولك في كل حاجة، ويتعلموا من خلالك الصح من الغلط، مش من خلال حد تاني. ما بقيناش احنا بس اللي بنوجه، ما بقوش الأهل بس هما مصدر التوجيه والتربية، بقت البيئة اللي حواليهم والناس اللي حواليهم والمجتمع، غير السوشيال ميديا اللي مأثرة جامد على تفكيرهم. عندك حق والله، ربنا يقويني عليهم. اوعي تيأسي من ان انت تدعي ربنا ليهم ان هو اللي يربيهم، ولازم تصاحبيهم، واوعي اي حد من اللي حواليهم يسيطر عليهم او على دماغهم. بالحب والحنية علميهم واحتويهم وفهميهم، واوعي تيأسي من انك تكلميهم وتوعيهم وتعيدي الكلام مرة واتنين وتلاتة عليهم. حاضر يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. ميرو حبيبتي، عايزه اقعد معاكي شويه. طبعا يا ماما، اتفضلي. ليه يا ميرو بقت طلباتك كتير كده وما بقيتيش بتشكري ربنا على النعمه كده، وكل حاجه مش عاجباكي؟ الموضوع ده مزعلني منك قوي يا حبيبتي، ما كنتيش كده ابدا. علشان يا ماما انا على طول حاسه ان اصحابي احسن مني ومعاهم فلوس احسن مني، وعلى طول بيجيبوا كل اللي هم نفسهم فيه، وانا بقعد محروجه ومعيش فلوس. بس انا ياما يا ميرو جبتلك كل اللي نفسك فيه وعطيتك فلوس عشان تصرفي زيك زي صحابك، وفي كل مره بتطلبي اكتر من المره اللي فاتت ومش بترضي، بالعكس طلباتك بتزيد اكتر واحساسك بان انتي قليله بيزيد اكتر. انا نفسي افهم الموضوع ده ليه. علشان انا يا ماما بكون قاعده في وسطهم وهم عمالين يطلبوا حاجات كتير، اللي يطلب ايس كريم واللي يطلب مش عارفه ايه، وانا مش بطلب غير كوبايه شاي او بتاعه ايس كريم. اولا يا حبيبتي هي مش مسابقه مين يطلب اكتر من مين، انت المفروض تشتري اللي نفسك فيه وبس. نفسك في ايس كريم تشتري ايس كريم، نفسك في اي حاجه شوفي انت تفضلي ايه في حدود الامكانيات اللي معاكي، مش زي ما اصحابك يطلبوا انت تطلبي. وكمان انت ليه تقعدي في قاعده اهم حاجه فيها المظاهر يا ميرو؟ وحتى لو دي طلباتهم العاديه ومصاريفهم العاديه، وشايفه ان المصاريف دي مش متناسبه مع المبلغ اللي معاكي او مع الفلوس اللي معاكي، خلاص يبقى انت مش مضطره تقعدي قاعده زي دي من الاساس، وما تعرضيش نفسك للاحراج او اي موقف ممكن يحرجك. علشان هما يا ماما مامتهم وباباهم موفرين لهم كل حاجه هم عايزينهم. حتى انا كمان لما بروح المدرسه اللي معاه برجر واللي معاه فراخ بانيه، وانا مش بيكون معايا كل ده، انا بيكون معايا سندوتشات جبنه ومربى. تعرفي يا ميرو ان في غيرك ما بياخدوش فلوس اصلا ولا بياخدوا مصروف، وفي غيرك ما بياخدوش معاهم سندوتشات ومش حاسين بكل اللي انت حاسه فيه ده؟ في غيرك بيحسوا بالنعمه. انت ليه يا بنتي ما بتحسيش بالنعمه؟ انت ليه ما بتشوفيش اللي اقل منك؟ ليه دايما باصه على الحاجه اللي مش معاكي؟ وليه دايما متعتك في الحاجه اللي مش في ايدك، مش في الحاجه اللي انت محتاجاها او الحاجه اللي انت عايزاها؟ علشان انا يا ماما بحس اللي معاهم فلوس كتير دول احسن مني، وبيجيبوا كمان اللي نفسهم فيه. لا يا حبيبتي، مش علشان كده، عشان انا معلمتكيش ان انت تحمدي ربنا على النعمه اللي في ايدك، وفضلت اوافق على كل طلباتك علشان ان انا مفكره ان انت كده ايه ما تبقيش اقل من حد، لكن كان تفكيري غلط. انت عارفه يا ميرو ان طنط ام ساره اللي شغاله معانا في البيت، بنتها ساره اللي قدك دي ما بتاخدش معاها اصلا سندوتشات للمدرسه والكتب الناس اللي بتجيبها لها علشان هي ما معهاش فلوس تجيب كتب لبنتها، ومع ذلك البنت بسم الله ما شاء الله عليها متفوقة وحمد ربنا وحاسة ان هي في نعمة ما فيش حد زيها. عارفة ليه يا ميرو؟ في نعمة ازاي يا ماما؟ دي صعبت عليا جدا. ازاي يعني يا ماما مش بتاخد معاها سندوتشات؟ بتقعد كل ده في المدرسة معاها سندوتشات.
يا حبيبتي بتفطر اي حاجة من اللي موجودة في البيت عندهم علشان توفر لمامتها تمن السندوتشات، وحاسة بكل حاجة اهلها بيعملوها معاها علشان توصل وتبقى متعلمة وتبقى متفوقة وتبقى بالوضع ده، ودايما تشكر مامتها وتبوس ايديها، وحاسة بنعمة ربنا عليها. يا ماما، ده على كده انتوا مدلعيني قوي. بص يا ميرو، حطيها قاعدة في دماغك. ربنا بيقول ايه يا حبيبتي؟ وإن شكرتم لأزيدنكم. يعني الإنسان اللي بيحس بنعم ربنا عليه وطول الوقت شاكر ربه وحمده على اللي هو فيه، ربنا بيزيده من نعمه. لكن الإنسان الجاحد اللي ما بيحسش بنعم ربنا وبينكرها وبيستنكرها ودايما باصص للي مع اللي حواليه، هو ده إنسان مش كويس، وعمره ما هيرضى وعمره ما هيعيش سعيد. غير انه بعد كده يبقى طماع وجشع وبيحسد البني ادمين على النعم اللي في ايديهم، رغم ان ربنا عطيله نعم، بس هو لا، من كتر غضب ربنا عليه مش محسسه انه عنده نعم، مش مستمتع بالنعم اللي ربنا عطيها له، بالعكس دايما حاسس ان عنده نقص. عندك حق يا ماما، انا كده عرفت النعمة اللي انا فيها وهقدرها، وبعد كده هشكر ربنا. طيب بعد كده لو قعدتي في قاعدة كده ولقيتي ان الناس بتصرف كتير وحاجات فوق امكانياتك، هتعملي ايه وهتتصرفي ازاي؟ لا يا ماما، انا مش هقعد في قاعدة ممكن تحرجني، وعلى طول لا، هشكر ربنا. برافو عليك يا حبيبتي، هي دي الرسالة اللي انا كنت عايزة اوصلها لك، والحمد لله ان هي وصلتك. ربنا يرضيكي ويهديكي ويحبب كل الناس فيكي. شكرا يا ماما، ربنا يخليكي ليا.